اهلا بيكم في قناة موفي كينج. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم الملخصات الجديدة. فيلمنا بيبدأ سنة 2563 بعد ما العالم اتدمر بسبب حرب السقوط، ونتج عن الحرب دي ان العالم اتقسم لمدينتين، واحدة في السماء اسمها ظلم واللي كلها تكنولوجيا وعايش فيها الاغنياء بس، اما المدينة اللي على الارض فعايش عليها باقي البشر الغلابة اللي زينا. وبنشوف الدكتور ايدو وهو رايح مكان النفايات اللي بترميها مدينة ظلم علشان يدور له على اطراف صناعية يساعد بيها الناس، لكن بيلاقي نص رابط لبنت دماغها لسه شغالة، فبياخدها معاه للعيادة وبيبدأ يصلح فيها ويركب لها الاجزاء اللي ناقصة لغاية ما بتفوق وبيسميها إليتا على اسم بنته اللي ماتت لانها ما كانتش فاكرة اي حاجة. المهم بياخدها معاه علشان يعرفها على المدينة، وبتلاقي ان الناس على قدها قوي، وبتشوف اعلانات للعبه غريبه اسمها موتور بول بتعجبها جدا، بس الدكتور ايدو بيقول لها مالناش دعوه بالكلام ده. ولما بيروح يجيب لها اكل بتلاقي روبوت عسكري ضخم جاي ناحيتها، فبتاخد وضع الاستعداد للقتال، لكن بيجري عليها واحد اسمه هوجو يبعدها، لكنها بترجع تنقذ كلب كان تحت الروبوت، فبيتصدم هوجو من اللي هي عملته وبيحاول يتعرف عليها وبيعجب بيها، ومش فاهم ازاي بيعجب بروبوت اصلا. وفي يوم بالليل بنشوف واحده مروحه على بيتها بتحس بحركه غريبه، وفعلا بتلاقي حد وراها وبيضربها وبيخلص عليها، فبتصحى إليتا على صوتها وبتشوف الدكتور ايدو جاي من بره وايده عليها دم، وبتشك يكون عامل حاجه مش تمام. وتاني يوم بتشوفها شيرين مرات دكتور ايدو وبتكون مستغربه من جسمها، وبنعرف من كلامها مع ايدو ان معظم جسمها كان لبنتهم اللي ماتت، وان ايدو ما كانش رماه زي ما قال لها قبل كده. وعلى الناحيه التانيه بتروح إليتا تتمشى، فبتقابل هوجو في مكان بيلعب فيه مع اصحابه موتور بول، ولما بيشوفها بيسألها لو عاوزة تجرب تلعب، وفعلا بتلعب معاهم وبتعرف تلعب كويس جدا وبتسجل جول. وبعد ما بيخلصوا بتروح مع هوجو بيعزمها على شوكولاتة، وبيقعد يحكي لها ان حلم حياته يطلع لظلم، وبيقول لها ان كل الخردة بتيجي من ظلم واكيد هي جايه من هناك. وبالليل بتشوف دكتور ايدو وهو خارج وبتروح وراه، وبتلاقيه بيجهز نفسه علشان يقتل واحدة، فبتحاول تمنعه، وقبل ما يقولوا اي حاجة بيظهر من وراه سبورش ضخم وواحد تاني مركب خطاف، والبنت اللي كان عاوز يخلص عليها واللي هي الشريرة اصلا، فبيقول لها ايدو تهرب بس هما بيهجموا عليه، فبتقرر إليتا تساعده وبتخلص على الراجل ابو خطاف. وبعدها بتخش معركة سريعة مع البنت وبتهزمها برضه، وبتهجم على السبورج الضخم، وساعتها إليتا بتفتكر شوية عن حياتها القديمة وانها كانت جندية من قوات المقاومة، واخر حرب شاركت فيها كانت على القمر. المهم بتكسر دراع السيبورج فبيهرب منها، ودكتور ايدو اللي كان مصدوم من قوتها بيعرفها انه شغال صياد، وبيقبض على المجرمين وبياخدها معاه المكان بيسلم راس الروبوت اللي هزمته وبتاخد عليه نقط، وبيعرفها ان جسمها ده كان عمله لبنته علشان تعرف تمشي، وان في يوم دخل عيادته لاعب موتور بول بيدور على مخدر لان جسمه كان متضرر بس ما لقاش حاجه، فضرب بنته وموتها، فسابته مراته وراحت لظلم. وبنشوف بعدها السيبورج الضخم بيدخل لشيرين من الشباك وبيطلب منها تنقذه، فبتاخده للمختبر وبيعرفه من اللي عمل فيه كده بنت اسمها إليتا، فبيسأله واحد اسمه فيكتور واللي يبقى الكوماندا بتاع الشله دي ازاي عيله صغيره تعمل فيك كده، فبيقول له انها مش سهله نهائي، فبيطلب منه فيكتور يخلص عليها اول ما يتصلح، وبيطلب من شيرين تزود قوه السيبورج ده علشان يخلص على إليتا بدري بدري. وفي نفس الوقت بتروح إليتا مع هوجو الملعب موتور بول وبتتفرج معاه على مباراه بيوريها هوجو لاعب قوي، وبيعرفها ان اقوى لاعب في اللعبه دي بيقدر يطلع مدينه ظلم، وهو نفسه في يوم يعمل كده، وبيطلب منها تروح علشان وراه شغل. وبعد كده بنشوف عصابه بتخطف واحد ماشي في حاله وبيخلصوا عليه وبيسرقوا اطرافه الصناعيه وبيسلموها لفيكتور، واللي بيطلع منهم هوجو علشان بيشتغلوا معاه. وتاني يوم بتروح مع هوجو واصحابه للغابه، وبتلاقي هناك حطام سفينه قديمه من ايام الحرب، فبتدخل إليتا للسفينه وبتبدا تفتكر كل حاجه عن حياتها، وانها كانت محاربه قويه وعندها مهمه وهي قتل شخص قوي اسمه نوفا، لكنها اتهزمت. وبتقدر إليتا تكتب الباسورد وتوصل لجسمها الاصلي، وبتاخده معاه وبتطلب من دكتور ايدو يركب لها ده بدل ده، بس هو بيرفض وبيطلب منها تنسى الماضي وتعيش حياتها، فبتتعصب وبترفض كلامه وبتمشي. وبتروح مع هوجو لمركز المدينه وبتطلع رخصه صياد، وبياخدها هوجو المكان بيتجمع فيه كل الصيادين، وبيقابلها واحد هناك اسمه زبان وبيتريق عليها، فبترد عليه فبيحاول يضربها، لكن هي بتنفخه وبتتحدى كل الموجودين في معركة، ولو فازت عليهم هيساعدوها تخلص على السبورج الضخم، وبتنزل فيهم ضرب، وهوجو ما كانش مصدق اللي شايفه، وبيوصل الدكتور ايدو علشان يساعدها وبيلاقيها قايمة بالواجب وزيادة، وبيوصل السبورج الضخم وبيقول لهم انه جاي علشانها وبس، فبتتحدى إليتا فبيعمل حفرة على الأرض وبينزل تحت، فبتنزل وراه وبيبدأوا قتال، لكن هو بيقطعها حتت كده بسبب الأسلحة المتطورة بتاعته، وبتفتكر أيام ما كانت بتتدرب وإنها ما كانتش بتستسلم أبدا، فبتقوم وهي نص جسم وبترشق إيدها في عينه. وبيوصل هوجو وإيدو صياد معاهم وبينقذوها، وبياخدها إيدو للعيادة بسرعة وبيركب لها جسمها الأصلي، وبتفوق إليتا وبتكون مبسوطة جدا لأنها بقت أقوى من الأول بكتير. وبيطلب فيكتور من هوجو يقنع إليتا إنها تشارك معاه في الموتور بول، وفعلا بيروح هوجو لإليتا وبيعرفها إن معاه فلوس قرب يكملهم علشان يعرف يطلع لظلم، فبتقول له خد قلبي، لا بجد بتديله قلبها حرفيا، واللي كان عباره عن مصدر طاقه قوي جدا، فبيقول لها احنا ممكن نشترك في موتور بول ونجيب فلوس كتير، فبتوافق. وبيروح فيكتور وبيقول للصيادين ان اللي هيقتل إليتا ليه مني $500,000 قطعه، وبعدها بيحس هوجو بالندم وبيقول لاصحابه انه مش هيشتغل مع فيكتور تاني.
وفجأة بيظهر زاين علشان يقتله، ولما بيحاول صاحبه يساعده زاين بيقسمه نصين، فبيرمي هوجو عليه قنبله وبيهرب منه. وفي نفس الوقت بيلاحظ ايده ان كل اللي مع إليتا في السباق صيادين، فبيتصل بيها وبيعرفها انهم عاوزين يقتلوها، فبتقول له يا مرحبا انا كنت مستنيه اليوم ده من زمان. وبيبدا السباق وبتبدا تخلص عليهم واحد ورا التاني. وبيتصل بيها هوجو وبيعرفها ان زاين عاوز يقتله، فبتخرج من السباق وبتلاقي ان على راسه مكافاه. وبيوصل زاين فبتاخده بعيد وبيقول لها هوجو انه بيحبها ومش عاوز يسيبها. وبتشوفهم شيرين وبتتاثر وبتكذب على فيكتور وبتقول له انها ما شافتهمش، وبتقول لإليتا انها تساعدها. وبتروح إليتا لزاين والصيادين اللي معاه وهي شايله راس هوجو، فبيحاول زاين ياخده منها بس هي بتمنعه. وبيلاقي ان الراس متصله بجسمها، ولما بيشوف شيرين بيعرف انها اللي عملت كده، فبيحاول ياخد الراس بالعافيه. فبيشتغل انذار لان عاوز يسرق منها جايزتها، فبتقطع إليتا وشه. وبعدها بتروح بالراس للدكتور ايدو وبتخليه يركب لهوجو جسم جديد. وبيقول لها ان فيكتور كان بيضحك عليه ومفيش حد ممكن يطلع ظالم بالفلوس، وانه زمان كان عايش هناك مع عيلته، ولما بنته ما بقتش قادره تمشي نزلوهم للارض، وفي واحد اسمه نوفا هو السبب في نزولهم. يعني نوفا ده عايش بقاله كتير قوي. وبيسال فيكتور شيرين هي ليه ما قتلتش إليتا وقلبها كان قدام عينيها، فبترد عليه انها مش هتشتغل تاني معاهم، وانها كانت في الاصل ام ودكتوره وبتمشي. وبتوصل إليتا لمكتب فيكتور وبتدمر النظام الامن كله، وبتدخل له المكتب وبتساله ليه ضحك عليهم، فقال لها انه كان بينفذ وعده النوفا. وبيوصل للسيبرج الضخم وبيضربها في جنبها، فبتفتكر إليتا القائده بتاعتها وهي بتطلب منها تدمر مدينه ظلم. وفجاه بتنط على السيبرج وبتعمله شاورما، وبتقول لفيكتور وهي عارفه مين هو عدوها وبتقتل فيكتور. وبيتصل ايده بإليتا وبيعرفها ان هوجو فاق وهرب وعاوز يطلع لمدينه ظلم، فبتروح وراه وبتحاول تقنعه يرجع عن اللي في دماغه. وبتعرفه ان نوفا بيستغله وعاوز يوصلها عن طريقه، لكن هما ما ممكن يعيشوا مع بعض على الارض. وبيكون نوفا شاف كل الكلام ده وبيشغل اجهزه الحمايه. وبيخلص على هوجو بتحاول إليتا تنقذه بس بيقع بيموت. وبعد فتره بنشوف إليتا وهي في لعبه الموتور بول، وتعتبر رقم واحد والمعروفه إليتا ملاك المعركه، وبترفع سيفها ناحيه نوفا وبتتحداه وهو بيبص عليها وبيضحك. ودي كانت نهايه فيلمنا النهارده، وان شاء الله نتقابل مع ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديده.